آخر مرة اشتريت اللحمة كانت بكام؟ في مناطق الأسعار فيها وصلت ل 450 جنيه للكيلو، بس الحكومة بتقول اللحمة عندنا ب 225 جنيه بس، والناس واقفين طوابير عليها. وتعالوا اشتروا وشوفوا بنفسكم. أهم سؤال بقى، إيه استعدادات الحكومة في عيد الأضحى؟ وهل الحكومة هتعرف تقلل الأسعار ولا جنون اللحمة بيهدد فرحة المصريين بالعيد؟ في الشهور الأخيرة اللحمة جننت الناس معاها بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار، ومع اقتراب عيد الأضحى قلق الناس زاد أكتر، خصوصا إن عيد الأضحى موسم، ده حتى المصريين بيسموه عيد اللحمة. المشكلة بقى إن كل يوم والتاني تسمع عن سعر جديد. لا وإيه، المحلات بتحذر من ارتفاع أكبر في الأسعار، زي محمد وهبة رئيس شعبة القصابين مثلا، واللي قال إن سعر اللحمة هيزيد، لكن كام دي حاجة بتاعة ربنا، يمكن ربنا يبعت لنا خير والأسعار ما تزيدش. لازم نتعشم في ربنا وما ناخدش كل حاجة بسلبية. على فكرة أصحاب المحلات مش عاجبهم الأسعار. طيب إزاي الكلام ده؟ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة قال إن أسعار اللحمة دلوقتي مش مرضية لأصحاب المحلات، لأنها مش مناسبة مع تكلفة الإنتاج، وده اللي أجبر عدد من المحلات على قفل الأبواب. ده كمان في ناس اقترحت على الدولة إصدار قرار بغلق إلزامي لمدة شهرين لحين استقرار سوق اللحوم. أما بقى لو بتسأل الحكومة فين من ده كله، فمسؤولين وزارة الزراعة طلعوا خلال الساعات الأخيرة علشان يكشفوا استعدادات الحكومة لعيد الأضحى. هنا بقى كانت المفاجأة الكبيرة، وزارة الزراعة قالت إن اللحمة في منافذها ب 225 جنيه بس، والناس واقفة عليها طوابير، حتى الناس ممكن تروح وتشوف بنفسها. المهم إن الحكومة وافقت على استيراد 170 ألف رأس من الثروة الحيوانية، ده غير 180 ألف رأس تم استيرادهم من فترة، وكل ده علشان تغطي احتياجات السوق الفترة اللي جاية. هنا في سؤال مهم، السوق استقبل قرارات الحكومة ازاي؟ مسؤول في شعبة أصحاب محلات اللحوم اشتكى من حال السوق، وخصوصا إن التجار وأصحاب المحلات دايما بيكونوا المتهم الأول لو حصل أي ارتفاع في الأسعار. الناس دايما بيتهموهم باستغلال الظروف وفرض أسعار عالية على المواطنين علشان يحققوا أرباح أكتر، بس الحقيقة عكس كده تماما. والسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار أصحاب المزارع، اللي دايما حجتهم نقص الأعلاف في السوق وارتفاع أسعارها بسبب حجزها في الموانئ. بس الحقيقة بقى إن الدولة أفرجت عن كميات كبيرة من الأعلاف، لكن المشكلة في أصحاب المزارع اللي رفعوا الأسعار وقت الأزمة ودلوقتي رافضين ينزلوها. علشان كده شايف إن إعلان وزارة الزراعة عن استيراد 170 ألف رأس ماشية هيبقى وسيلة ضغط على أصحاب المزارع لخفض الأسعار، هيساعد على مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والسيطرة عليها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. فهل تتوقعوا انتوا كمان انخفاض الأسعار ولا ليكم رأي تاني؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.